موضوع الدستور وبمناسبة الطبالين، عايز اوري حضراتكم فيديو ظريف قوي للاعلاميين المصريين وهم بيتكلموا عن الدستور. الرئيس ظبط نفسه النهارده، بقى ديكتاتور رسمي بالجبروت. قرر انه عدل ايه الدستور واعمل سلطات الهيه، تعديلات استبداديه بامتياز. ديكتاتور اللي هو الحاكم بامر الله. تعديلات ديكتاتوريه بامتياز. هيبتدوا يعدوا له الرئاسه من اول وجديد. ما هو فصل دستور، فصله. انا بقول لك فصل دستور. اختصر هذه التعديلات انه هو الحاكم لا شريك له. قرر يعدل دستور بسلطات الهيه، وقال لك السنوات اللي فاتت من الحكم لا تحتسب، يحسب من اول وجديد. يعني السنين اللي فاتت دي مش محسوبه. وعمل في التعديل حاجات بشعه، ان هو يبقى رئيس السلطات الثلاثه ويعين اللي هو عاوزه ويعاقب اللي هو عاوزه. المحافظين او هو، الوزراء هو، ويحط هنا ويشيل هنا، وهو بابا وهو ماما وهو انور وجدي وهو كل حاجه. ده اردوغان. اردوغان دي الديمقراطيه بتاعت اردوغان، شغل ترزجيه صناعيه، اغلو بغلو. امنع الديمقراطيه، انسى يا سيدي الديمقراطيه في تركيا. انا بقول لك سبحان الله، نفس الطبالين اللي هم يعني بيتكلموا على تعديلات دستوريه في تركيا، واللي هم بيتكلموا على الديمقراطيه في تركيا وقلقانين على الديمقراطيه في تركيا قوي، في نفس الوقت هم نفس الناس اللي بيروجوا لفكره ان السيسي يحكم للابد، وان السيسي يبقى معاه كل السلطات، وان السيسي يقعد يحكم لفترات رئاسيه غير محدوده. مع ان السيسي نفسه لما كان طلع على التلفزيون البرتغالي قال ان مفيش ديكتاتور ثاني في مصر، وان مفيش رئيس هيقدر يحكم اكتر من 4 سنين او فترتين رئاسيتين، يعني 8 سنين. عايزين اوري حضراتكم لقاء السيسي ده مع التلفزيون البرتغالي. عايز اقول لك على حاجه، في مصر مفيش مجال لديكتاتور خلاص. في مصر هيتم تداول السلطه كل 4 سنوات، ولن يستطيع اي حاكم في مصر ان هو يستمر في مكانه بعد انتهاء فتره ولايته، طبقا للقانون وطبقا للدستور ولاراده المصريين. ده امر لازم تكونوا متاكدين منه. مفيش ديكتاتوريه ولا فيش استمرار في السلطه للابد في مصر، لا، كل 4 سنوات وده ترم الرئاسه، ويبقى من حق الشعب ان هو يختار رئيس تاني. ودي احد مكاسب الثوره والدستور والقانون. مفيش مجال لحد انه يقعد في مكانه اكتر من مدته. كلنا عارفين ان السيسي كذاب، لكن هل السيسي كان بيحاول يظهر بمظهر ديمقراطي؟ الراجل العسكري بطبيعته ما بيؤمنش بالديمقراطية، بيؤمن بالأوامر، ودايما الراجل العسكري بيبقى شايف نفسه ان هو الاولى بالقياده، وخصوصا السلطه يعني لما يبقى في مركز عالي زي الرئاسه او كده بيلزق في الكرسي. طب هو ليه قال الكلام ده؟ هقول لحضراتكم السبب الاساسي في الموضوع ده من وجهه نظري. عبد الفتاح السيسي حاول انه يغتال صدقي صبحي. لو حضراتكم فاكرين محاوله اغتيال صدقي صبحي لما كان مع مجدي عبد الغفار في مطار العريش، وكان في صاروخ اتضرب على طياره صدقي صبحي ومات احد الضباط المرافقين الشخصيين لصدقي صبحي. ده صدقي صبحي اللي هو وزير الدفاع اللي عزله السيسي بعد كده. فالسيسي حاول يتخلص من صدقي صبحي بالاغتيال، لكن عملية الاغتيال فشلت. بعديها بشوية عبد الفتاح السيسي عزل صدقي صبحي اللي هو زميله وأهم شخصية ساعدته في الانقلاب بمخالفة للدستور اللي هو عامله، لأن منصب وزير الدفاع كان محصن لمدة 8 سنوات، وطبعا ما كانتش عدت فترة 8 سنوات، لكن رغم كده بمخالفة للدستور اللي السيسي عمله، السيسي عزل صدقي صبحي اللي هو كان أقرب واحد ليه، كان رئيس الأركان ساعة لما السيسي كان وزير دفاع، وكان أقرب واحد وأهم واحد ساعد السيسي في الانقلاب والوصول للحكم. من غير صدقي صبحي كان من رابع المستحيلات ان السيسي كان يقدر ان هو ينجح في الانقلاب والوصول للسلطة. فالاتفاق كان حماية صدقي صبحي من ان السيسي يعزله بتحصين منصبه في الدستور، وبعد ما السيسي يخلص ال8 سنين صدقي صبحي يبقى هو الرئيس. هو ده كان الاتفاق اللي بين السيسي وبين صدقي صبحي.
فالسيسي حاول يغتال صدقي صبحي، الاغتيال ما نفعش، العمليه فشلت، فعزله، وبعد ما عزله حدد اقامته في بيته. وصدقي صبحي واحنا بنتكلم دلوقتي قاعد في بيته، ما يقدرش يخرج من بيته، عليه اقامه جبريه ورقابه شديده جدا، زي ما عمل جمال عبد الناصر بالظبط في محمد نجيب. فهو ده السبب اللي السيسي كان بيحاول انه يظهر بمظهر الديمقراطي، علشان يطلع يقول لصدقي صبحي ان بعد ما اخلص الفتره الرئاسيه بتاعتي زي ما اتفقنا هتبقى انت الرئيس اللي يجي بعديه، لانه هم كده كده بيأسسوا لحكم الجيش. والدستور اللي بيعمله السيسي دلوقتي الجديد في التعديلات الدستوريه دي بيأسس لحكم الجيش وبيدي للجيش صلاحيات واسعه جدا، عشان السيسي يستميل الجيش وما ينقلبش عليه، زي التصريحات اللي احنا شفناها للسفيره الامريكيه امبارح وهي بتتكلم ان الجيش ممكن يشيل السيسي. فعشان كده السيسي بيحاول ان هو يدي للجيش مميزات، يرشي الجيش زي ما احنا بنقول، يديهم كمان موقع متميز في الدستور، كل ده عشان يسيبوه في السلطه ويفضل في الحكم للابد. هو ده السبب الاساسي. فانا حبيت بس اوضح لحضراتكم موضوع صدقي صبحي ده، اللي زي ما قلت لحضراتكم هو في الإقامة الجبرية لحد دلوقتي. لكن زي ما شفنا مشهد سيء جدا في برلمان عبد العال، وازاي أغلبية يعني الأعضاء في برلمان عبد العال وافقوا على التعديلات الدستورية، إلى أن شفت الحقيقة نائب محترم جدا اسمه أحمد طنطاوي قال كلام مهم جدا في موضوع تعديل الدستور. الرئيس له فعلا إنجازات على أرض الواقع؟ الإنجازات دي مسألة نسبية. هل لأنه له إنجازات هي محل نظر؟ البعض يشوفها أعظم إنجازات في العالم، والبعض يشوفها مش إنجازات أصلا. مش من حقك إن أنت تصرف أموال دافعي الضرائب في مجد شخصي أو في مشروع يخصك أنت. إحنا بقى بنصرف أكتر من ده بكتير على مشروعات لإرادة منفردة، وكتير منها إحنا شايفين إن إما إنه غير مجدي أصلا، أو إنه حتى لو مجدي ده مش وقته. هل ده اللي احنا عايزين نعمله وبنعدل الدستور علشانه؟ كنت افهم ان الناس قبل ما تتكلم عن تعديل الدستور تتكلم عن تطبيقه، ومش لاقيين نتيجة حقيقية ملموسة في ده الا في التصريحات والوعود، واصبروا 6 شهور، طب سنة، طب سنتين. فالحكاية مش بس ان انا اعمل شوية مشروعات. ما هو العاصمة الادارية ما كان فيه توشكا، فين توشكا دلوقتي؟ اذا كان الانسان مش شايف ثمرة ده في تعليم اولاده او في صحته او في حياته او في مستواه المعيشي او في الاسعار او في فرص العمل، يبقى كل الكلام ده كلام يعني. بس الرئيس ليه انجازات كبيره، يعني مثلا مبادره 100 مليون صحه على سبيل المثال. على المثال راسي مبادره 100 مليون صحه. مبادره 100 مليون صحه بيدفع ثمنها الشعب المصري، ده قرض ب 429 مليون دولار. ما كانش يجب ان احنا نروح نشتري منه اطنان من البنرات تتعلق في الشوارع ونصور لهم ان هي منحه. احنا كده ما بنطالبش بالعوده، يعني ده احنا كده عايزين نرجع لما قبل 52 بقى وما قبل دستور 23. نعلن مملكة مصر ونعلن السيد الرئيس يعني ملك مصر المعظم. انتوا محتاجين تكملوا كده الى ابد الظهر، وانتوا ما ينفعش معاكم لا حرية ولا ديمقراطية ولا تداول سلطة. احنا خلقة عن باقي الشعوب المنطقة العربية دي خلقة، وكل واحد يجي يقعد على كرسي المفروض يكمل معانا. مش للابد، لا مفيش للابد، ده للموت بس. تحية كبيرة جدا للنائب أحمد طنطاوي، وتحية لأي حد قال لا لتعديل الدستور. الدستور ده كارثة هيكرس لحكم السيسي للأبد لعدد فترات رئاسية غير محدودة، واحنا شفنا فشل السيسي باعتراف السيسي نفسه في الفترات اللي فاتت. فملوش أي معنى إن أنت توافق على استمرار شخص فاشل، والسيسي عارف كده وشايف رفض شعبي كبير جدا من الناس كلها لتعديل الدستور. الناس مش عايزة السيسي ما عادش له أي شعبية فعلية على الأرض غير مجموعة قليلة جدا من المنتفعين فقط، لكن أغلبية الشعب الكاسحة رفض الاستمرار عبد الفتاح السيسي. فالخطة اللي بيعملها السيسي دلوقتي بقت منقسمة لقسمين: إلهاء الناس في الأخبار والمشاكل، شوبيرة خاني مع مرتضى منصور، يطلعوا أفلام جنسية، يطلعوا فضايح لإلهاء الناس، الأهلي والزمالك والحاجات اللي احنا عارفينها كلها. الحاجة التانية غير الإلهاء، السياسة اللي هي الأسوأ اللي هي الترهيب. وشفنا دلوقتي بالصدفة والدستور بتعدل والنقاش بتاع الدستور بتعدل، بدأت حملة إعدامات، وابتدينا نشوف فعلا إعدامات بتحصل بجد. حقيقة إعدامات ظالمة جدا، إعدامات، بس الإعدامات في الوقت ده بالذات ليها معنى كبير جدا، إن النظام بيحاول يرهب الشعب ويخوفه علشان السيسي يحكم للأبد. افتكرت بصراحة بموضوع الإعدامات ده بيت شعر للشاعر الراحل
أحمد فؤاد نجم بيقول اقتل شكري اقتل جابر، عذب جندي اسحل صابر، املى الأرض كلاب وعساكر، كل ما تذبح هي بتطرح، بدل السائر مليون ثائر. بشكر حضرتك جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.